السلام عليكم خياتي، وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير ان شاء الله. نرحب بالمشتركات الجدد ونقول لكم مرحبا بكم معنا، واللي مازال ما اشتركت في القناه نقول اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الفيديو تاع اليوم راح يكون فيديو توضيحي 100% بالنسبه خاصه المبتدئات اللي ما يعرفوش يفصلوا القماش كي يروحوا يشروه من المحل، ما يعرفوش يفصلوا لاوز. راح نديروا طريقه يعني جد مبسطة في خياطة لاوس ولا دلاوس تاعنا. كما راكم تشوفوا القطعة تاع القماش هذه اللي اخترتها راهي مطوية على 2. هذيك الجهة التحتانية جهة لاليزيير. كما راكم عارفين القماش ديما كي نروحوا نشروه يكون مطوي على 2، يعني العرض تاعو 42 ويكون مطوي على 2 بهذا الشكل. حنا راح يكون الرولو بهذا الشكل مطوي مرولي بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا هذاك هو عرض تاع القماش تاعنا. هذا هو عرض القماش تاعنا فيه 2 مترات و40 سنتيم، راح يكون مطوي على 2 معناتها 1 متر و20 على 1 متر و20. وهو راح يقيسنا من هذه الجهه، يعني راح يقيسنا طول من هذه الجهه ويقطع لنا القماش تاعنا. يعني واش نحتاجو في القماش راح يقطع لنا، يقيس ويقطع لنا القماش تاعنا. لهنا راح نحتاجو 3 مترات ونص. بالنسبه للأوني ما عندها لاوس مع 2 مخايد راح نديروهم بالقماش الإوني. لهنايا راح يعبر لنا هو 3 مترات ونص ويقطع لنا من الرولو تاع القماش. لهنايا راح حنا كي نجيبوه يعني للدار ونفصلوه، راح نفصلوا هاد 3 مترات ونص راح نفصلوها 2 مترات ونص تاع لاوس، والمتره الباقيه راح نفصلوها تخيط لنا نخيطوا بها 2 مخايط. لهنايا كما راكم تشوفوا لهنايا نعبر 2 مترات ونص ونقطعوا لاوس تاعنا. يعني مثال هذه القطعه راح تكون يعني مثال يعني قطعه مصغره ل3 مترات ونص. كما راكم تشوفوا لهنايا نروحوا للجهه المطويه نقيسوا 3 مترات ونص، عفوا نقيسوا 2 مترات ونص نحو لاوس تاعنا ونخلو هذيك المتره نخيطوا بها المخايط. لهنا يعني نحيت 2 مترات ونص تاع لاوس تاعنا، وهاد المتره تاع المخايط راح نخليها في فيديو اخر راح نفصلوا. راح نعملوا طريقه خياطه تاع المسايد. لهنايا انا يعني خديت 2 مترات ونص تاع لاوس كما راكم تشوفوا، عبرت وقطعت القماش تاعي من الجهه المطويه، والجهه التحتانيه راح تكون جهه لاليزيا. راح نطويو القماش على 2 كما راكم تشوفوا، راح يولي لنا القماش تاعنا على 4. نروحوا للجهه هذه الجهه التحتانيه كما راكم تشوفوا الجهه المفتوحه من الجهتين، معناتها 4 جوايح كامل مفتوحين. راح نقيسو 30 سنتيم على 30 سنتيم كما راكم تشوفوا. هذه الحالة اللي تحب تقص مربع يعني تنحي مربع 30 سنتيم على 30 سنتيم تقدري تنحيها عادي. هذيك الكوانه تاع الماطله تاعنا، ولا نقدروا نستعملوا هذه الطريقه. شوفوا يعني الجهه المفتوحه. اني يعني نركز ونعاود الجهه المفتوحه يعني على 4 جوايح. الثلث جوايه الاخرين كامل ماشي مفتوحين، يعني فيهم جهه مغلوقه. انا حنروح لهذيك الجهه المفتوحه. شوفوا كيف طويتها على 2 تانيك. راح نختار 30 سنتيم. شوفوا كيف حنعبر 30 سنتيم الارتفاع تاع المثلث تاعنا. هذه هي، ونعاود نطويه ونقص هذيك المثلث تاعنا. هذاك الارتفاع تاع الماطله راح يكون 30 سنتيم، وكاين اللي يدير يعني كاين اللي تحب دير من 25 حتى ل 30 سنتيم يقدر. كاين اللي يدير 27، كاين اللي يدير 28، كل وحده كيفاه دير. انا ندير 30 سنتيم بالنسبه للماطله الكبيره. هذا هو المربع تاعنا. شوفوا كيف خرج لنا. هذه هي في 4 جهات. راح نروحوا لماكينه الخياطه، راح نخيطوا هذوك الكوانات كامل. شوفوا نديروا الوجه مع الوجه ونخيطوا كامل هذوك الاوجه الاربعه
بماكينه الخياطه، يعني الزوايا الاربعه هادوك. لهنايا راني حكمتهم لكم بلي زيبانغل باه تفهموا برك، ونروحوا نخيطوهم بالماكينه الخياطه. ما تنساوش حنوناتي ديروا لي جيم للفيديو، وخلوا لي اي تعليق ما فهمتوهش في الفيديو خلوه لي تحت الفيديو، نرد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله. شوفوا لهنايا راني حكمتهم كامل بلي زيبانغ. دوك نروح نخيطهم في الماشينه كامل هذوك الزوايا الاربعه تاع الماطله تاعنا كما راكم تشوفوا لهنايا. هذا هو لاوس تاعنا من بعد ما فصلناه كامل، ونروحوا نركبوا له لاستيك. انا لاستيك شوفوا كيفاه نركبوا. راح نبدا من تما ندير عطفه صغيره كي نوصل يعني حوالي 30 سنتيم للزاويه هذيك، راح ندير فيها كامل لاستيك حتى الجهه المقابله حوالي تاني 30 سنتيم، ونقطع اللاستيك تاعي. ومن بعد نعاود نمشي تاني نمشي بالخياطه يعني عطفه، ونعاود ندير لاستيك كامل ساير داير كما راكم تشوفوا لهنايا على لاوس تاعنا. دوك كي نروح نخيطوه في الماشينه راح تفهموا تزيدوا تفهموا اكثر. ها هو لاوس تاعنا من بعد ما فصلناه. شوفوا من بعد ما خيطنا تاني هذوك الزوايا الاربعه انا لهنا خيطتهم. شوفوا كيف خيطتهم كامل. دوك نروحوا نركبوا له لاستيك. هذا هو لاوس تاعنا. شوفوا كيف خرج لنا. نروحوا نركبوا له لاستيك في الجوايه الاربعه. بالنسبه للاستيك كي تكون الماطله كي تكون الماطله صغيره يعني ماطله صغيره 180 على 180 ولا 160 عفوا على 180 ولا 180 على 190. الطول تاع القماش معناتها هذيك 2.5 تاع القماش راح تكون طول الماطله، يعني الجهه طويله في الماطله راح ديري فيها هذيك 2.5 تاع القماش، والجهه القصيره 42 معناتها عرض القماش راح ديريه عند الراس، يعني عند الراس وعند الرجلين 42 راح تكون عند الراس تاع المضربه تاعنا تاع البنك تاعنا، وعند الرجلين تاعنا 42. يعني طول تاع القماش يعني جهه طويله في القماش راح ديريها نتيا على الجهه طويله تاع الماطله. راح نخيطو كلاوس تاعنا راح نديرو عطفه صغيره كي تبقى لنا حوالي 30 سنتيم باه ندورو هذيك الزاويه. راح نركبوا لاستيك تاعنا. انا نركب لاوس تاعي نركب لاستيك صاير داير على الجهه تاع وين المخايد تاع الضربه، وعند الرجلين راح ندير صاير داير لاستيك كيما راكم تشوفوا لهنايا. نركبوا لاستيك تاعنا بهذه الطريقه، ونزيد ندور الزاويه الثانيه. ها هي، ونزيد نكمل كي نكمل هذيك 30 سنتيم نقطع لاستيك تاعي ونزيد نكمل العطفه حتى الجهه المقابله كما راكم تشوفوا عطفه عطفه حتى نروح للجهه المقابله. كي تقعد لي حوالي 30 سنتيم كامل كما راكم تشوفوا باه ندور الزوايا الاخرين راح نزيد نركب لاستيك على الجهه المقابله. نحكم لاستيك تاعي وندور صاير داير على الجهه التحتانيه، معناتها لاستيك راح يجيني من الفوق ومن التحت عند المخايد، لاستيك جهه المخايد وجهه الرجلين يعني تاع الماطله تاع البنك تاعنا راح ندير لهم لاستيك كي نركب لاوس تاعي في الماطله. هاي من بعد ما كملت لاستيك شوفوا كيفاه كملت هذيك 30 سنتيم راح نزيد نزيد نقطع اللاستيك تاعي. شوفوا ندورو كامل هذوك الزوايا معناتها الاربع زوايا كامل راح ندورو عليهم بلاستيك. شوفوا لهنايا من بعد ما كملت 30 سنتيم هذيك راح نكمل العطفه تاعي حتى نوصل للعطفه الاولانيه منين بديت. هاو كملت لاوس تاعي. شوفوا كي بعد ما كملتو كيفاه خرج لي. دوكا كي تشوفوا الشكل النهائي تاع لاوس راح تزيدوا تفهموا اكثر. ها هو لاوس تاعي. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا فهمتوا يعني تكون وصلتكم المعلومه يعني جيدا. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لي جيم تحت لا فيديو، واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولها اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك
كل جديد باه يوصل هذا الفيديو لأكثر عدد من المتابعين. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم. شوفوا لاوس تاعنا كيف جانا ما شاء الله، يعني أنا درت لكم بحجم صغير باه تفهموه أكثر. يعني الأكثرية ما يفهموش طريقة تاع خياطة لاوس. هذا هو الفيديو تاعنا وهذا هو لاوس تاعنا.